بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رحت عند الجزار، جبت الفشة الجميلة دي، جايباها من عند الليسي ده في حدايق حلوان عندنا. عملت ايه؟ غسلتها تمام، ورحت عامله لها محلول اللي انتوا شايفينه ده، اللي منقوعه فيه ده. المحلول ده عبارة عن ايه؟ مية معاها ملح، معاها معلقة سكر، معاها ليمون، معاها خل. تمام. هنقعها كده بقى، هسيبها في المحلول ده لمدة ساعتين، وبعدين أبدأ ايه؟ اغسلها تاني غسلة حلوة، وبعد كده أبدأ أعملها. انا بحضر لاكله مذبح لولادي. انا عملت الممبار ووريته لكم، وعملت جبت الكرشه ونضفتها برضو ووريتها لكم، والكبده برضو لسه انا جبتها، بس لسه هنضفها وهتبلها وهوريكم الدنيا ماشيه ازاي. صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايبي، الفشه اهي بعد ما نقعتها غسلتها تاني، وبدأت احط ايه؟ اغلي ميه. هبدأ اعمل ايه؟ هروح سقطاها في الميه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام. خلاص سقطتها هنا اهو، هسيبها تاخد غلوتين وهقول لكم هعمل فيها ايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا خدتها كده غلوتين في ميه مغليه، وهبدأ انشلها. تمام. هنشيلها من الميه دي، وابدأ ارفعها تاني على النار في ميه نظيفه تانية جديده. يعني انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم ما ليها اي ريحه، ريحتها جميله جدا. مغسوله حلوه قوي، الليمون والخل والملح والسكر اللي اتنقعوا فيها. يعني بصوا كل حاجه مظبوطه فيها. هبدأ بقى ايه؟ انشلها وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي، بعد ما نشلتها من الميه اللي غلت فيها كام غلوه كده، بدأت طبعا غسلت الحله وحطيتها، رجعتها تاني في الحله، وهبدأ احط عليها بصل ماشي وميه مغليه. بصوا يا حبايب قلبي، الفش خلاص اهي سلقتها، ريحتها تحفه، جميله 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 جميله. خلاص كده بقى هتبرد، واقطعها قطع صغيره وعلى التحمير. بصوا يا حبايبي، ادي الفش اهي. تمام. بصوا يا حبايبي، الفش اهي بقلبها كده في الزيت، وبحط معاها فصين توم، بيديها طعم خرافه. حط شويه فلفل اسمر، حط شويه ملح، مش قادره اوصف لكم ريحتها خطيره. خلاص الفشه كده هتتغرف،
مع صينية السمين. ألف هنا وشفا اللي هياكلها. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.